أهلا وسهلا بكل المشاهدين معانا مرة تانية النهاردة في صباح الرياضة. واقترب موعد انطلاق النسخة الجديدة من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم 8 أغسطس الجاري بإذن الله. كلنا على موعد مع عودة الحياة مرة تانية لكرة القدم. طبعا من فترة طويلة جدا فكرة أنه يكون في توقف سلبي طبيعية تقدر الأندية المختلفة تعمل الراحة السلبية للاعبين، ثم فترة إعداد بمعسكرات طبعا كلنا تابعناها على كافة المستويات، سواء أندية عملت معسكرات خارجية أو داخلية تم إجراء القرعة بشكل علني طبعا زي ما تابعنا وشفنا كل الجولات، تحديدا طبعا في مسابقة طبعا كلنا عارفين انه دور واحد. الدور الاول هو دوري من دور واحد، ولكن كالعادة لازم يكون عندنا تاتش كده انه المواعيد الكاملة لم تعلن ولم تحدد حتى الان، برغم من اعلان اطراف المباريات وكمان الملاعب اللي هتجرى عليها المباريات. نسخة استثنائية جديدة، كيف تستعد الأندية، كيف نستعد لهذه المنظومة، الحكام، التفاصيل المختلفة، كل ده إن شاء الله هنحاول يعني نلقي عليه الضوء من خلال فقرتنا النهاردة. والكابتن هشام أبو الخير لاعب الزمالك السابق. يا كابتن هشام صباح الفل. صباح الخير على حضرتك وعلى المشاهدين ومتابعينا في كل مكان. أهلا وسهلا. وإن شاء الله تكون حلقة مميزة والناس تستمتع بالحلقة كده إن شاء الله. الكل بيستعد، احنا كمان بنعمل بقى فترات إعداد وإحماء وتسخين أكيد والمشاهدين أكيد الموسم لأنه شئنا أم أبينا، ما اختلفنا اتفقنا، هتبقى مسابقة الدوري المصري ليها بريق خاص، ليها مكانة خاصة في قلوب مشجعي كرة القدم المصرية، فنتمنى أنها توصل للمكانة اللي تستحقها بمكانة المسابقة عند المشاهدين والمتابعين وعشاق كرة القدم. طبعا لأن هي الكرة دايما الشعب المصري بطبيعته بيحب كرة القدم وعايش بكرة القدم. يعني دي يمكن الحاجة اللي بترسم البسمة دايما على يعني في قلوب الشعب المصري. لما بتكون في طبعا الناس بتنتظر مسابقة الدوري الممتاز بفارغ الصبر. المتابعة بتكون دايما مستمرة في كل الأحوال. طبعا مباريات المنتخب، مباريات الدوري، المسابقات. كرة القدم في مصر هي شريان الحياة. يا إما الناس نقدر نقول مثلا إيه، الناس مثلا ممكن النهارده تبات مبسوطة جدا، يا اما الناس تبات زعلانه شويه. المزاج العام. فطبعا كره القدم مؤثره في حياه الشعب المصري بشكل كبير طبعا، وخاصه الفرق والانديه الجماهيريه الكبيره. طبعا بشكل عام. يا كابتن هشام، يعني الخطوط العريضه، شكل المسابقه الاستثنائيه وما زلنا طبعا بنكمل في هذا الشكل الاستثنائي، القرعه اللي تم اجراءها، لو عند حضرتك اي ملاحظات من اي نوع. طبعا هي فكره الهوم واواي مش متحققه عندنا، ولكن شفنا انه برضو موجوده. انت رؤيتك كانت للقرعه ازاي؟ والله هو طبعا مع الاسف ان يعني ده تاني موسم هيكون فيه موسم استثنائي، وده طبعا لاسباب كتيره خارجه عن اراده رابطه الانديه. لكن برضو حته الغاء الهبوط في الموسم الاستثنائي اللي فات دي اللي ادت ان احنا يبقى عندنا موسم استثنائي. الموسم الاستثنائي اللي جاي ده برضو نفس الكلام. ليه؟ لان لو كان اتطبق الهبوط كان هيبقى الدوري هينتظم الموسم دوت، وكان مش هيبقى موسم استثنائي. لكن عموما هو بقى امر واقع، ايا ما يكون نتفق نختلف على قرار الغاء الهبوط مدى صحته من عدمه، خلاص هو اصبح امر واقع. احنا دلوقتي عندنا موسم استثنائي للسنه الثانيه على التوالي. بس اعتقد يا كابتن هشام، واحنا في النقطه دي تحديدا، مش هو بس السبب الوحيد. يعني الاستحقاقات الكتيره جدا والارتباطات، سواء للانديه الاربعه المشاركه في البطولات الافريقيه، المنتخبات، المنتخب المصري على سبيل المثال عنده توقف لتصفيات كاس العالم، ثم بقى التوقف الاكبر للامم الافريقيه. فاعتقد انه ما كان ليس في الامكان افضل مما كان بكل الطرق. ما هو مين في العالم ما عندوش؟ العالم كله معاك في حق منتخبات طبعا. وطنيه. العالم كله فرق بتلعب تشامبيونز ليج في افريقيا في اوروبا. لكن احنا بس احنا محتاجين ان احنا يبقى في عندنا نظام احسن من كده شويه. نظره تقييم لشكل المسابقه، شكل الموسم من بدايته لنهايته، يكون المواعيد بقدر الامكان متحدده. يعني احنا بنشوف طبعا مش هنقارن مثلا هنا باوروبا. ليه؟ لان في عوامل برضو بتفرق. يعني الفرق اللي بتلعب الشامبيونز ليج في افريقيا واليوروب ليج في اوروبا، معلش، السفر جوه اوروبا سهل، مش زي السفر في افريقيا. يعني عشان تسافر من بلد
لبلد تلعب ماتش في مسابقات افريقيا ممكن تسافر عدد ساعات طيران كتير جدا وترانزيت، والسفر بيبقى مرهق. غير في اوروبا سهل السفر، فعشان كده طب وفي اسيا؟ كل ده طب واحنا بيساعد. لا بنتكلم على الدوريات العربيه المنتظمه، ما هو برضو هي لازم من البدايه إن يكون منظومه في منظومه. سيستم. عناصر اللعبه ايه؟ عناصر اللعبه انديه، ملاعب انديه ليها ملاعب، مسابقات منتظمه. طيب احنا عندنا بالنسبه للملاعب، الملاعب لازم تكون مؤهله لاستضافه مباريات، يعني كل فريق يلعب مبارياته على ملعبه. احنا عندنا فرق طبعا من كل المحافظات تقريبا، او في فرق من القاهره، في فرق من بره القاهره، عندنا الاسماعيلي، عندنا المصري، عندنا كهرباء الاسماعيليه دخل. ففي فرق بتلعب في مدن تانية غير القاهره. الفرق دي المفترض عشان ده اللي احنا بنتمناه، ده اللي احنا اللي هو بنتمناه. ايه، لو عنوان كده براق، الدوري المصري بين الواقع والمأمول، اللي احنا بنحلم بالظبط. بيه ايه حاجه والواقع حاجه تانية. احنا ما نقدرش نطلع الدور الثاني قبل ما نعدي على الدور الاول، مش كده؟ طبعا. والا كل حاجه تبقى غلط. فاحنا لازم نبدا من الاساس صح. انديه ليها ملاعب جاهزه لاستضافه مبارياتها على ملعبها. مش مثلا، يعني احنا عندنا نادي مثلا، عندنا انديه بتلعب في محافظاتها زي الاسماعيلي، المصري المفروض في بورسعيد، تمام. في انديه كتيره ما بتقدرش تلعب جوه ملعبها، ايا ما يكون الاسباب ايه. الاسماعيلي المفروض يلعب كل مبارياته على ملعبه، ما يلعبش بره ملعبه، ما يلعبش في برج العرب. ده هو السؤال اللي بيفرض نفسه، هل القرارات دي قرارات اتحاد الكوره او قرارات مثلا، اكيد حضرتك بتقصد انه مثلا مباريات الاهلي مع اللعيبه مع الانديه دي بتتلعب في برج العرب، هل ده قرار الاهلي؟ هل ده قرار اتحاد الكوره؟ هل قرار رابطه الانديه؟ اكيد لا، بيبقى بالتنسيق مع الجهات الامنيه. هي الجهات الامنيه طبعا صاحبه القرار بتبدي موافقه. بس انا اعتقد ان لو يعني كان في مباحثات بشكل اقوى من كده مع الجهات الامنيه، ونشرح لهم ان مدى اهميه المسابقه، ان لازم كل فرقه تلعب على ملعبها. اكيد احنا عندنا الحمد لله، يعني الامن ما شاء الله عندنا في مصر طبعا مستقر بشكل كبير جدا 100%. يقدر ما شاء الله يامن اي حاجه. مش هنقدر نامن ملعب. طبعا الامن عنده طبعا القدره الكامله ان هو يامن اي ملعب، اي اتفق مباراه. مع كلام حضرتك ان احنا في ما حاله الوصول بقى لشكل المسابقه الطبيعي، اللي هو مبدا مهم جدا حضرتك قلته، تكافؤ الفرص، انه مره على ارضي ومره على ارضك. اعتقد لما نوصل للمرحله دي باذن الله، مفترض انه كل الامور الاستثنائيه تنتهي بلا استثناء بقى، يعني كل الاستثناء ينتهي.
بالظبط. اعتقد نتمنى نوصل للمرحله دي. في ملاحظات كتيره برضه، في ملاحظات كتيره، ما بتكلمش يعني بصرف النظر عن الالوان والانتماءات، هو كلام واقعي. يعني احنا عندنا مثلا الاهلي بيلاعب يعني الدور الاول في الدوري. الاهلي هيلاعب سيراميكا، هيلعبوا في القاهره. الزمالك وبيراميدز دلوقتي يعني برضه فرق منافسه، هيلعبوها في استاد هيئه قناه السويس. طيب هنا علامه استفهام. ما علامه الاستفهام دي ليه؟ السبب وحيد بالظبط انه في 4 أندية او اكتر مختارين استاد القاهره ارضهم، فممكن يكون في، انا بعتقد لا في تعارض. هو سيراميكا بيلعب في استاد القاهره. في استاد، لا ليه الزمالك وبيراميدز هيلعبوا ماتشهم مع سيراميكا، هو ماتش سيراميكا في استاد هيئه قناه السويس، والاهلي هيلعبوا في القاهره. محتاجين توضيح. لو كان الزمالك بصرف النظر، انا بتكلم عن بصرف النظر عن الانتماءات، لو الزمالك هنا نفس الكلام، لو كان الزمالك هيلاعب سيراميكا في القاهره والاهلي وبيراميدز هيلعبوه في استاد هيئه قناه، نفس التساؤل. مش فكره انتماءات، في تساؤلات كتير. ما هي انا مش قادره احدد المباراه بتاعت مين، لان هو اصلا مش منطقيه الفكره انه دي مباراه الاهلي ولا سيراميكا، دي مباراه الزمالك ولا بيراميدز. لا مباراه سيراميكا، انا بتكلم من مباراه واقع، سيراميكا. بتكلم من واقع. ما هي مباراه سيراميكا يبقى استاد القاهره، يبقى سيراميكا واخده استاد القاهره. هما بيلعبوا في هيئه قناه السويس، يعني عندنا الجدول نازل للزمالك وبيراميدز. فين بقى؟ في استاد هيئه قناه السويس في نفس التوقيت، في الدور الاولاني للدوري. ماشي، في نفس توقيت مباراه الاهلي وسيراميكا. يعني مباراه سيراميكا هي مباراه سيراميكا مع الاهلي، ملعب سيراميكا هيلعبوا في القاهره، اللي هو استاد القاهره. ما ملعب سيراميكا هو استاد القاهره. ليه الزمالك اللي هو ملعب الاهلي استاد القاهره. ليه الزمالك وبيراميدز هو مباراه سيراميكا برضو هيلعبوا استاد هيئه قناه السويس. هو دي مباراه الزمالك؟ مباراه سيراميكا يا كابتن. من الزمالك واقع الجدول، لما كنتش مخطئ. الزمالك وبيراميدز ولا تقصد الزمالك وسيراميكا؟ مباراه الزمالك مع سيراميكا وبيراميدز مع سيراميكا، وبيراميدز مع سيراميكا في استاد هيئه قناه السويس. يمكن في نفس التوقيت في مباراه تانية. قد يكون حاجه احنا مش فاهمينها. نتمنى يكون في توضيح عشان برضو تبقى الامور باينه للناس. ده مهم تنفيذا لمبدا تكافؤ الفرص. اتفق مع حضرتك بالظبط. لكن بعيدا بقى عن القصه دي، استاد هيئه قناه السويس من افضل الاستادات في مصر. لكن احنا بنتكلم بتقصد على الجماهير. حته ان فرقه بتلعب على ملعبها وسط جمهورها، دي بتبقى مؤثره جدا طبعا 100%. طبعا سيراميكا، بتكلم على سيراميكا طبعا، يعني نادي ملوش قاعده جماهيريه، لكن انا بتكلم في العموم. يعني في انديه تانية جماهيريه زي الاسماعيلي زي المصري، دايما كانت بتبقى لقاءات الاهلي او الزمالك مع الاسماعيلي او المصري في الاسماعيليه او بورسعيد بتكون مؤثره جدا، ونتيجتها بتحدد بشكل كبير جدا المنافسه. واحنا شفنا الكلام دوت على مر التاريخ. فالنهارده هنا لما مثلا الاهلي او الزمالك، مش هتكلم على الجدول الموسم القادم، هتكلم بصفه عامه. يعني لو الاهلي هيلاعب لو مباراه الاسماعيلي والاهلي هيلاعب الاسماعيلي، هيلعب مباراته مع الاهلي خارج الاسماعيليه، والعكس الزمالك هيلعب مباراته مع الاسماعيلي في الاسماعيليه وهي مباراه الاسماعيلي، اكيد طبعا مفيش تكافؤ فرص. والعكس والكلام ده لو العكس، وده كلام منطقي بالظبط. فاحنا نتمنى، احنا التساؤلات دي محتاجين مسؤول يرد. يعني مباريات سيراميكا الثلاثه اللي هو مع الاهلي ومع بيراميدز ومع الزمالك، على اعتبار ان هم المربع الذهبي، طبعا المصري هو المفترض. مباراه الاهلي في استاد القاهره، ومباراه الزمالك وبيراميدز هيلعبوها في استاد هيئه قناه السويس. بالظبط. ما فيش فرقه يكون ليها ملعب، لازم تلعب على ملعبها، ما ينفعش تلعب بره ملعبها. هنا احنا خلينا بحاجه اساسيه، مبدا من مبادئ المنافسه الاساسيه. ما احنا في الاخلال موجود من البدايه، ان انا على اي اساس انا حددت انه مثلا مباراه الاهلي وسيراميكا هي مباراه سيراميكا، حددتها على اي اساس؟ بالظبط. طب ما ممكن الدور الثاني ما يتقابلوش الاهلي وسيراميكا، مش وارد؟ لا، هو عشان نظام استثنائي، فهو الاول هو يعني بيعملوها ازاي؟ هو دور واحد. طب انا اعرف هي قرعه ازاي يعني؟ هي قرعه راندوم كده او عشوائي او ذكاء اصطناعي؟ يعني لا، هي قرعه اتعملت. حددوها ازاي؟ هو دور واحد. تمام. فمفيش ذهاب وعوده. بالظبط. ففي فرقه هتلعب عدد مباريات معينه على ملعبها، وعدد مباريات معينه خارج ملعب. يعني مثلا هتكلم عن نادي الزمالك. الزمالك هيلعب 13 مباراه على ملعبه، 7 مباريات خارج ملعبه.
السبع مباريات دول ملعبه اللي هو استاد القاهره، اللي هو استاد القاهره. او يعني مش عارف اعتقد هو الزمالك مختار استاد القاهره تقريبا، الزمالك والاهلي وسيراميكا يعني. وفي فرقه تانية، كل اربع فرق مختارين استاد القاهره. تمام. عموما ايا ما يكون استاد القاهره، استاد الكليه الحربيه، المهم جوه المحافظه. تمام. منهم 3 مباريات الزمالك هيلعبهم بره، الاسماعيلي في اسماعيليه، هنشوف مع بعض دلوقتي. الاسماعيلي في الاسماعيليه، كهرباء الاسماعيليه في الاسماعيليه، سيراميكا في استاد هيئه قناه السويس. دي ماتشات الزمالك بره ملعبه. 3 ماتش، باقي الماتشات بقى اللي هي المفروض خارج ملعبه في 3 مباريات، هي الفرق نفسها من القاهره فمش فارقه. فالاهلي برضو عنده 10 مباريات المفروض خارج ملعبه على اساس القرعه، وباقي المباريات هيلعبها على ملعبه. 9 مباريات منهم مع فرق بتلعب خارج مدينه القاهره، محافظات ثانيه. منهم 5 مباريات من المباريات دي الاهلي مش هيلعبهم في ملعب الفريق المنافس خارج القاهره. يعني يمكن هو بس عندنا ملعب، يمكن بس حسب الجدول الاهلي هيلاعب كهرباء الاسماعيليه مش في الاسماعيليه، مش في استاد الاسماعيليه، هيلعبوا في استاد السويس. هيئه قناه السويس نفس الاستاد ولا استاد لا استاد السويس. استاد السويس نفسه. او استاد هيئه قناه السويس تقريبا. لكن احنا بنتكلم في مبدا ان نجاح اي مسابقه، وبالتالي افراز عناصر تفيد المنتخب وتكون ذخيره للمنتخبات الوطنيه، ده مهم جدا من انتظام مسابقه الدوري. وكمان لنجاح المسابقه ده احنا يهمنا يبقى في متابعه للدوري المصري، وان نسبه المشاهده من خارج مصر تبقى عاليه. احنا النهارده شايفين الدوري السعودي نجاحه ادى الى ايه؟ الناس كلها بتتابع الدوري السعودي. هو مهم جدا يا كابتن عشان اعمل مسابقه واضحه، لائحه منتظمه تطبق على الجميع، دي مبادئ اساسيه. اكيد. كل التساؤلات اللي حضرتك بتدور في ذهن حضرتك او في ذهن اي مشاهد او في ذهن اي حد تكون ليها اجابات محدده. بالاضافه طبعا ان احنا كلنا عارفين انه في قرارات فيما تخص الملاعب والجماهير من فتره طويله نتمنى انها تنتهي، يعني عشان نكون متفقين بالزبط. نتمنى انها تنتهي. ما بتكونش قرارات منظومه كره القدم بالكامل، بتكون طبقا لقرارات امنيه او امور بتخص يعني امور خارج كرة القدم. له قرار النادي الأهلي مثلا، لو حضرتك بتقصد تحديدا النادي الأهلي، ولا قرار النادي الإسماعيلي، ولا قرار النادي المصري. نفس الكلام. الزمالك نفس الكلام. يعني الزمالك لو هيلعب خارج ملعبه لازم يلعب خارج ملعبه في ملعب الفريق المنافس، ما يلعبش جوه القاهرة. دي مبادئ أساسية لتكافؤ الفرص، عشان في النهاية يبقى بطل الدوري يبقى فاز عن استحقاق وجدارة. مش كده نقدر نقول ده لاعب خارج ملعبه في ملعب الفريق المنافس. ده لو المسابقه طوعيه. طبعا ما في اصلا مبدا تكافؤ الفرص مش موجود. بالظبط. هو طبعا نعذر برضو رابطه الانديه، لان في برضو حاجات خارجه عن ارادتهم. يعني في حاجات بتحكمهم بتؤدي لشكل المسابقه بالظبط، سواء في اختيار الملاعب لكل فريق، سواء في شكل الدوري الاستثنائي، سواء في فترات التوقف. عندنا فترات توقف، عندنا هتبقى طويله جدا. عندنا افريقيا، فنعذرهم برضو، لكن نتمنى ان هم يحاولوا بقدر الامكان اقصى ما عندهم، نتمنى لانتظام مسابقه الدوري وتكون بشكل في تكافؤ للفرص للجميع، علشان الفرقه في نهايه الموسم بطل الدوري نقول له مبروك انت فزت عن جداره واستحقاق. اكيد طبعا. نتمنى. ندخل بقى في التفاصيل الخاصه بقى بالاستعدادات الفنيه. نبدا بنادي الزمالك بالتاكيد، لانه هو عنده تجربه الكل بيتمناها ناجحه باذن الله، لانه نادي الزمالك قيمه في الكره المصريه. يعني لا نتخيل كره القدم ونادي الزمالك بيمر بازمه زي ما كان حاصل في سنوات كتيره جدا. تجربه جديده بالكامل، فكره المدير الرياضي صاحب الصلاحيات الكامله اللي عنده سي او قرار في استخدام اللاعبين، استخدام المدير الفني. حصل فعلا في مجموعه لاعبين تم ضمهم للفريق، معسكر داخلي في العاصمه الاداريه، بعض المباريات الوديه اللي الهدف الاساسي منها هو تجريب اللاعبين، استعداد لانطلاق المسابقه. اكيد حضرتك قريب من الاحداث، شايف الزمالك ازاي؟ يعني هو طبعا نادي الزمالك هيفضل نادي الزمالك بصرف النظر عن اي ازمات ماليه، ازمات غير ماليه. نادي الزمالك يبقى بتاريخه، بشعبيته الكبيره، ببطولاته، وهو نادي الزمالك. نادي الزمالك حتى في عز ازماته بيفوز ببطولات،
شعبيته بتتزايد في عز ازماته. مش معنى انه احيانا بيفقد بطولات كتيره ان شعبيته بتقل، لا بالعكس. نادي الزمالك شعبيته في تزايد مستمر حتى لو كان بيمر باي ازمه، وده التاريخ اللي بيقول مش احنا اللي بنقول. عموما طبعا تجربه جون ادوارد كمدير رياضي مع نادي الزمالك احنا مش هنقدر نحكم عليها دلوقتي. ليه؟ هتبدا تظهر نتائج التجربه دي يعني من نص الموسم ان شاء الله. هي تجربه جديده، تمام. فكره استحداث منصب المدير الرياضي هي فكره يعني جديده شويه على الكره المصريه. طبعا محتاجه طبعا وقت علشان نقدر نحكم على التجربه دي مع نادي الزمالك. لكن لو هتكلم على صفقات نادي الزمالك، تمام، عايز اقول لجماهير الزمالك حاجه. الصفقات مش بالاسماء، يعني المهم العين، النظره اللي بتجيب اللاعب، اللي بتختار اللعيب. في اسماء مش معروفه، لكن المهم السكاوتنج او احتياج الفرقه او الكشافين. لا يعني في طبعا العين اللي بتشوف اللاعب وبتختاره، هي دي اهم حاجه. ممكن ما يكونش اسم، وعندنا نماذج كتير هقول نتكلم فيها. مش شرط انه يكون اسم كبير. العين اللي بتختار اللاعب وعارفه ان ده وتوظيفه، ان ده امكانياته في طريقه اللعب، امكانياته تناسب نادي الزمالك وهيلمع في نادي الزمالك وهيبقى نجم. ودايما نادي الزمالك يعني احنا شفنا نماذج كتير. يعني مثلا اتكلم على حاجه، يعني زيزو. هل زيزو قبل ما يجي نادي الزمالك كان حد يعرفه؟ زيزو نفسه اتكلم في النقطه دي وقال ان نادي الزمالك ليه فضل عليا كبير، نادي الزمالك هو اللي صنع نجوميتي دايما، لكن دايما مش بالاسم. يعني زيزو قبل نادي الزمالك ما حدش يعرف زيزو، ما كانش اسم كبير. جه نادي الزمالك لمع وتألق، وهو نفسه حتى هو بيتكلم في الموضوع بيقول انا ما اقدرش انكر فضل نادي الزمالك عليا. نماذج كتير. امام عاشور نفس الكلام. امام عاشور لما جه نادي الزمالك قبل نادي الزمالك ما كانش اسم كبير، مش كده؟ وسام ابو علي دلوقتي هو وسام ابو علي قبل ما يجي النادي الاهلي كان برضو غير معروف تماما، ودلوقتي شوف الصفقه وصلت لملايين الملايين، واسم بقى مدوي جدا، وتألق في كاس العالم للأندية. بالظبط. يعني مش شرط ان انا اجيب اسم كبير، انا العين الخبيره العين الكويسه. محمد صلاح نفسه مع يورجن كلوب في ليفربول يا كابتن هشام، هو نفسه دايما بيقول انا في قيمه اضافت في سرعه، في مهاره، في استغلال فرص. ده مهم جدا. ما هو حته لعيب الكوره ده تأثير المدرب، لا وفي تطور مستمر طبعا. يعني مهما كان، يعني حتى رونالدو، حتى ميسي، محمد صلاح، كل دول بيشتغلوا على نفسهم حتى وهم احسن لعيبه في العالم. اكيد لغايه دلوقتي عبد الله السعيد بالظبط يستحق فعلا الاحترام برضو، لانه برغم السن لكن محافظ على تدريبه، محافظ على حاجه مهمه كمان اهم من كل شيء، تركيزه. لما بدأ من الإسماعيلي وتألق في الأهلي ومستمر مع الزمالك، فيعني برضو نموذج مهم. أكيد طبعا. فأنا عايز أقول لجمهور نادي الزمالك مش بالأسماء، كله هيبان. العين اللي بتختار اللعيب بصرف النظر عن ان هو اسم كبير من عدمه. العين اللي بتشوف اللعيب ده مواصفاته تناسب وامكانياته، ده اللي بيفرق مدرب عن مدرب. نادي الزمالك وهيبقى نجم في نادي الزمالك. يعني اللعيبه اللي جت جديده هي من النوعيه دي. انا طبعا ما شفتهمش، احنا ما نقدرش نحكم ولا حتى من المباريات الوديه يا كابتن هشام. لا ما تابعتش المباريات الوديه بصراحه. فانا مش بقول كده، مش معنى كلامي ان انا عارف ان الناس دي هتنجح، الصفقه دي هتنجح وهتلمع في نادي الزمالك. انا بتكلم في مبدا عام ان مش شرط يكون اسم كبير. فانا ما اقدرش احكم عليهم عن نفسي لان ما شفتهمش. لكن العين اللي جابتهم واختارتهم لنادي الزمالك هي اللي هتكون مسؤوله. ما ينفعش تقيم نتائج، مستحيل. هي اللي هتكون مسؤوله قدام نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك عن الاختيارات دي. فانا بقى يعني انا بدي نماذج، حتى نماذج قديمه. بشير التبعي قبل ما يجي نادي الزمالك ما كانش اسم كبير. مصطفى فتحي، عبد الحميد بسيوني، كل دول نجوم قبل ما يجوا نادي الزمالك ما كانوش اسماء لامعه، ما كانتش صفقات كبيره. نقول نادي الزمالك مثلا اما جاب احمد الكاس صفقه، مش كده؟ نجم نادي الزمالك جاب لما مثلا اشترى احمد الكاس فتره من الفترات، كان وقتها احمد الكاس نجم كبير. فهنا دي كنا نقول عليها صفقه مدويه. لما نادي الزمالك جاب بشير التبعي ما كناش ساعتها يعني بشير التبعي وقتها
ما كانش اسم لامع. بشير التبعي جه نادي الزمالك، لمع، تألق، اصبح نجم كبير. نفس الكلام مصطفى فتحي. فانا عايز اطمن جمهور نادي الزمالك ان مش بالاسماء، العين اللي اختارت اللعيبه هي المعيار، بالفعاليه في الملعب، في بالظبط. طريقه اللعب بقى. دايما انا مقتنعه جدا يا كابتن انه المدرب الشاطر اللي هو بيفرق بقى، اللي جاي مش عارف بملايين ايه، انه يعرف يوظف ادواته، يعرف بالظبط. يختار، ما يبقاش عنده طريقه لعب انا مصمم عليها برغم ان هي انا ما عنديش ادواتها. يعني بستغرب جدا ان في مدربين بيكلفوا فرقهم بطولات ومباريات ونتائج سلبيه بسبب ان هو عنده طريقه لعب في دماغه مصمم ينفذها، وطريقه اللعب دي ما عندهاش جدوى في الملعب لانه ما عندوش ادوات. فاعتقد لازم يحصل العكس، انت توظف ادواتك واللعيبه زي ما حضرتك بتقول اللي مش اسماء لكن تلمع بقى وتبقى اسماء. بالظبط. فبالنسبه لصفقات نادي الزمالك دي تحديدا هتبان العين اللي اختارتهم وجابتهم هي اللي هتكون مسؤوله قدام جماهير نادي الزمالك. هنشوف الفتره اللي جايه، هنشوف بيدور ايه داخل اروقه نادي الزمالك فيما يخص طبعا واضح انه في سريه مغلف بيها كل قرار بيتاخد. كابتن عبد الناصر محمد مدير الكوره، ماذا يدور داخل اروقه نادي الزمالك من تقييم للخطوه دي؟ لا طبعا حاجه كويسه جدا، ده المفترض وده الصح جدا، ان يكون في دايما يكون في سريه في التفاوض مع اللعيبه، في اختيار الصفقات. ما يتمش الاعلان غير لما تتم بشكل رسمي. وده اللي حصل تقريبا، ده اللي حصل في الصفقات اللي تمت في نادي الزمالك، في تعتيم، في سريه، وده لاسباب كتيره. يعني ما ينفعش كل حاجه كده تكون معروفه، يعني لازم يكون في الفريق مقفول عليه بشكل معين علشان يقدر الفريق يمشي بالشكل المطلوب، الصفقات تتم للاخر، تنجح. لان الاعلان عن الصفقات قبل ما تتم ده خطأ كبير جدا. الصفقه ممكن بسبب الاعلان، بسبب الكلام الكتير ده ما تتمش. فدي حاجه كويسه جدا. وعموما تجربه يعني جون ادوارد كان ناجح جدا مع فاركو، ومش معنى برضه ان هو كان ناجح مع فاركو ان هو هينجح مع نادي الزمالك، لكن هو شخص مميز جدا، شاطر جدا في شغله كمدير رياضي، هو شاطر جدا، نتمنى له التوفيق. التجربه بتاعته ما نقدرش نحكم عليها دلوقتي، هو يعني المقومات بتاعتها موجوده وبداياتها بتشير ان شاء الله الى يعني هيكون في نجاح باذن الله، لكن برضو ده كله هيبان مع الوقت، ما نقدرش نحكم عليها بشكل كامل من دلوقتي. ده هيبان يعني خلال الموسم الجاي ان شاء الله باذن الله. معايا المرحله الاولى للدوري، ال9 مباريات الخاصه ببدايه نادي الزمالك. في الجوله الاولى سيراميكا كليوباترا، الجوله الثانيه المقاولون العرب، الثالثه مودرن سبورت، الرابعه فاركو، الخامسه وادي دجله، السادسه المصري، السابعه الاسماعيلي، الثامنه الجونه، والتاسعه مباراه القمه امام الاهلي. تمام. المشوار ده في البدايه حضرتك شايفه ازاي؟ والله مشوار متابع استعدادات الفرق المختلفة، تتوقع فرقة تبقى مفاجأة من خلال صفقاتها، من خلال استعداداتها، مدير فني انت متابعه؟ والله كل الحاجات دي مش معايير الصفقات ومعايير مثلا ان كان في مدير فني جديد بدأ مهامه مع فرقة لسه اول موسم وصفقات جديدة، دي ما تبانش غير في بدايه الموسم. يعني مع انطلاق الموسم نقدر نحكم على الكلام ده كله. لكن كويس ان مباراه القمه بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي جت في الاسبوع التاسع مش في بدايه الدوري. يعني هيكون عدى حوالي 8 اسابيع، فبالتالي نقدر نتفرج. اعتقد هتبقى بعد فتره التوقف، يعني احنا هيكون في 3-4 جولات، ما احنا المواعيد بالظبط لسه مش عارفينها. وبعدين معسكر المنتخب، مباراتي اثيوبيا وبوركينا فاسو، وبعدين نكمل بقى. هي المهم ان هي مش في بدايه الموسم، لان في بدايه الموسم طبعا لسه الفرق ما بتكونش اول ماتشين 3 ما بتكونش جابت كامل فورمتها. بدايه الموسم دايما كده، فالاحسن ان احنا دايما عايزين نستمتع طبعا بمباراه القمه، فكون ان هي تيجي في الجوله التاسعه دي حاجه كويسه. هي هتبقى دايما القمه طبعا، دايما الديربي طبعا، لكن من الناحيه الفنيه يعني بتبقى احسن لما يكون الفرقتين وصلوا للفورمه المطلوبه، وده يعني ما بيكونش في اول اسبوع تاني اسبوع. الفرقه برضو بتبدا تاخد اول اسبوعين كده، تبدا في الاسبوع الثالث تدخل في فورمه المباريات.
اول ما اعلنوا ان هيكون في قرعه علنيه وقال لك قرعه غير موجهه، فكلنا قلنا ايه ده غير موجهه؟ يعني احنا ممكن نلاقي الاهلي والزمالك مثلا في اول اسبوع، واكتشفنا بعد كده انها موجهه، انه كان فيها يعني كلمه موجهه او مش موجهه ده مش معناها انه دي حاجه سيئه، لكن ان انا عندي اعتبارات، اصل في كذا 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 لازم يحصل كذا، فدي اسمها توجيه بشكل ما، مش انه حاجه سيئه او حاجه غير سيئه، ولكنها كالتولز اللي تم استخدامها انه في امور هيتم اخذ الاعتبار فيها في توجيه القرعه، وده اللي حصل. ممكن تكون جزئيه معينه لمصلحه الانديه كلها ومصلحه المنتخب، اكيد طبعا، وجزئيه بسيطه مش لا بالظبط، وده افضل فعلا، مش مؤثره. تمام، بالظبط. كابتن هشام نورتني وشرفتني وسعدت جدا بالحوار مع حضرتك، ودايما كده تنورنا وتشرفنا، وباذن الله نشوف بطوله بقى باذن الله يعني مهمه للدوري المصري ان شاء الله. ان شاء الله. متشكر لحضرتك نورتني يا كابتن. متشكر جدا ونتمنى المشاهدين يكونوا استمتعوا بالحلقه كالعاده يعني مع حضرتك دايما إن شاء الله. دايما منورنا يا كابتن هشام. كان منورنا الكابتن هشام ابو الخير لاعب الزمالك السابق، لكن مشاهدينا استمروا معنا في متابعه صباح رياضه. النهارده بعد الفاصل الاستاذ محمود صبري الصحفي الرياضي المتميز باذن الله هيكون في ضيافه الزميله العزيزه رانيا صلاح. بعد الفاصل انتظرونا.